تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعي راديو سلام حول العالم أينما كنتم. يتجدد اللقاء بكم في حلقة اليوم من برنامج خطوة معي أنا خديجة برهان. اليوم بإذن الله تعالى رح نبدأ نتكلم عن بعض مفاهيم في الحياة. هذه المفاهيم مع الأسف الشديد هي غير واضحة عند بعض الناس، ومو بس غير واضحة، يعني يتم التعامل معها وبها بطريقة خاطئة تأذينا أو تؤذي الشخص أكثر مما تفيده. اليوم اخترنا نتكلم عن واحد من هذه المفاهيم دائما نستخدمه ودائما نتعامل فيه، لكن مع الأسف الشديد نحن نتضرر أكثر مما نستفيد. طبعا خلوني أذكر لكم في البداية إيش قصدنا ببعض المفاهيم الموجودة في الحياة. في الحياة في مفاهيم كثيرة، مفهوم عن السعادة، مفهوم الرضا، مفهوم الصبر، مفهوم التوكل على الله، مفهوم الحب، وعندنا كمان مفهوم الاحترام. طيب، وعندنا مفهوم الصداقة ومفهوم الصدق، ومفهوم اللي هو كيفية العيش الحياة من خلال فكرة الإسلام. اليوم اخترنا مفهوم رح نبدأ فيه بإذن الله تعالى للحديث عنه وتوضيح كل الجوانب المتعلقة فيه، اللي هو الصبر. مين فينا ما بيعرف الصبر؟ ومين فينا ما بيتعامل من خلال الصبر، ابتداء من النساء وانتهاء بالرجال ومرورا بالشباب؟ الصبر الكلمة اللي دائما نسمعها لما تحدث مشكلة في العلاقة الزوجية: اصبري أو اصبر، معليش. ولما يكون الأولاد عندهم مشاكل مع بعضهم البعض: معلش اصبر على أخوك، اصبري على أختك. ولما يكون في مشاكل بين الأصدقاء أو صعوبات يمروا بيها: معلش اصبر، إن شاء الله تمر وتعدي. ولما يكون إنسان مغترب ويستوحش من الدنيا كلها وليس من الغربة فقط: معلش اصبر، إن شاء الله راح يتغير هذا كله. ولما يكون الرجل في عمله ووظيفته وهو غير سعيد وغير مرتاح وغير منسجم مع البيئة الموجود فيها من كل ناحية، نقول له اصبر، معلش، تحمل. وهكذا يمضي العمر كله واحنا نقول اصبر 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 اصبر، بدون ما نعرف متى سوف نحصد ونحصل على نتيجة هذا الصبر. وهل بالفعل في العمر متسع أني أنا أشوف ناتج الصبر هذا؟ وهل في الآخرة بالفعل أنا راح أحصل على نتيجة هذا الصبر ولا لا؟ في كثير مننا مثلا يتذمر يقول: ما أقدر أصبر، ولا عندي قدرة على الصبر، ولا أبغى أصبر أصلا يعني. وغيرنا مثلا أو بعض الناس لما يقال لهم هذه الجمل يعني استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، يقولوا: ما يصير كده، أنت يعني تخرج من دائرة الإيمان بالله وتعترض على القضاء والقدر وإلى آخره، لدرجة أن الإنسان يشعر نفسه أنه هو أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. طب فين الإشكالية؟ الصبر شيء جميل يعني، حتى في الأمثال العربية يعني أو في الشعر: وعاقبة الصبر الجميل جميلة. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني بغير حساب معناها نقدر نتخيل الموضوع كيف هو معناها بغير حساب. ودائما نذكر نحن في الصبر كمثال عظيم جدا أيوب عليه السلام. طيب، حتى بعض الناس يعني يقولوا صبرك زي صبر أيوب
أو صبرك زي صبر أيوب من شدة التحمل. فإيش حقيقة الصبر هذا اللي جالسين نتكلم عنه، وإيش معناه، وإيش ضوابطه، وإيش أنواعه، وإيش هي المعيقات التي تعيق الإنسان عن أن يمارس الصبر، وإيش هي عواقب أو نتائج هذا الصبر والثمرات التي يمكن أن يحصدها الإنسان. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى راح نحاول نغطي جانب مهم جدا في موضوع الصبر بطريقة يعني بسيطة جدا ومفهومة، حتى نعرف لما نقرر نحن نصبر ليش نصبر وعلى إيش نصبر، وكيف نعرف نحن قاعدين نصبر بطريقة صحيحة. فأول شيء خلونا نعرف أو نعرف الصبر اللي احنا قاعدين نتكلم عنه إيش معناها. الصبر أساسا باختصار يعني هو أن الإنسان حبس النفس عن ما يقتضيه إرادة الله أو أمر الله سبحانه وتعالى. إيش معنى هذا الكلام؟ معناها أن الإنسان يمسك نفسه عن أي أمر يقع عليه من أمور الدنيا أو في أمور الدنيا في حياته، ويتعامل معه بطريقة جيدة. ببساطة يعني بالعامية بدون ما ندخل للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ومعنى الفقه ومعنى. ونفهم الموضوع ببساطة يعني. كل ما فهمنا الأفكار ببساطة نقدر نتعامل معها ونطبقها في واقع الحياة، وتخرج من المفهوم اللغوي الصعب اللي الإنسان ما يقدر يتعامل معاه إلى شيء قابل للتطبيق. طيب هذا هو الصبر، معناه أنه أنا أمسك نفسي عن أي أمر يحدث في حياتي. طيب إيش اللي يحدث في حياتي؟ ما أنا في حياتي تحدث أمور كثيرة جدا، تحدث أمور فيها خير وفي أمور فيها شر، وفي طاعات وفي معاصي. كيف أتعامل مع الصبر مع هذه الأشياء؟ عشان كذا قلنا إحنا أنه الصبر ما هو على الإطلاق كذا، إنما فيه له أقسام وأنواع يندرج تحتها. فعندنا أول صبر نتكلم عنه اللي هو الصبر على الطاعة أو الصبر على الخير أو الصبر على ما يحب الله سبحانه وتعالى. لما نقول الطاعة ما احنا ما نقصد أبدا نحن نتكلم عن الشعائر التعبدية، مع أنه هي مهمة جدا. ليش؟ لأنه ليس كل إنسان قادر على أنه يقوم بالشعائر التعبدية بشكل سلس. يعني في ناس تيجي على الصلاة بمشقة، يعني تحارب نفسها وتقهر نفسها حتى تلتزم وتنضبط بموضوع الصلوات الواجبة عليها. فهنا الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى القيام بما أمر الله سبحانه وتعالى. مو كلنا نقدر نصوم ولا نحب نصوم رمضان، في ناس ما تقدر، في ناس نفسها ما تعطيها، لكن في ناس حتى نفسها لما ما تعطيها يصبروا مع أنفسهم ويتعاملوا بشدة وما يلتفتوا لكل الملهيات، ويدخلوا في موضوع الصيام الواجب طاعة لله سبحانه وتعالى. احنا كمان ما لازم نتعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى أنها بديهية كل الناس لا يسووها. أيوة كل الناس يسووا هذه الأشياء، لكن هل كل الناس بسلاسة يسووا هذه الأشياء ويقوم بهذه الطاعات؟ ولا في ناس والله تجاهد وتكابد يعني في الموضوع ده كله؟ فهنا مختلف تماما طبعا. والناس عادة ما تتكلم في هذا الجانب لأنه تشعر بالحرج، أنه كيف مثلا أقول إني أنا والله لما أقوم أروح أصلي صلاة العصر أشعر كأنه أنا يعني مربوط بحبال وسلاسل وأغلال وبصعوبة أروح أصلي. طبيعي يعني، لأنه الإنسان محاط بالنفس الأمارة بالسوء، محاط بالشهوات، محاط بالدنيا، ومحاط بالشهوات، ومحاط بالشيطان. فطبيعي أن الإنسان يكابد في اتباع أمر الله سبحانه وتعالى. نفس الشيء الإنسان اللي مثلا يغض بصره عن الحرام، طيب، أو اللي يهجر أماكن التي تقوم فيها المعاصي. ليش؟ طيب برضو اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو يكابد هذه الأمور ويغالبها حتى أنه يستطيع أن يسويها. طبعا هذه المغالبة ويمنع نفسه عما تريده، هذا هو الصبر. هو يتمنى يعني إنسان يطلق الإنسان بصره سواء كان رجل ولا امرأة في الدنيا كلها، لكن الله سبحانه وتعالى لما أمر بغض البصر أمر بضوابط معينة ولأسباب معينة. في غير كذا الواحد ممكن يطلق بصره، لكن جعل برضو للموضوع ذا نظام معين. فكم إنسان مننا بيراقب نفسه وبيصبر وبيحتسب عند الله سبحانه وتعالى لما يغض بصره عن الشيء اللي هو يتمناه، لكن طاعة لله سبحانه
وتعالى. فهنا عندنا إذن أول جانب أو نوع من أنواع الصبر هو الصبر على الطاعة. طيب في نوع ثاني عندنا من أنواع الصبر اللي هو الصبر على المعاصي. غريب يعني موضوع الصبر على المعاصي كيف يصير؟ ببساطة الإنسان لما نفسه تدعوه إلى المعصية بسبب إن هو يحب هذا الشيء، أو أصحابه يقولوا له، أو المجتمع كله يسهل له الموضوع هذا كله، فهو يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويترك القيام بهذه المعصية. ولما نقول المعصية مو لازم تكون معصية كبيرة، يعني بلاش نتكلم عن موضوع مثلا زي الزنا ولا السرقة ولا أي شيء. ببساطة ممكن نتكلم عن اللي هو مسألة الاختلاط في الحياة العامة بين النساء والرجال، أو الصداقات اللي يقال عنها صداقات بين النساء والرجال، فهو يكون هذه معصية لأنه أساسا في ضابط شرعي للموضوع أن الرجال والنساء يلتقوا في الحياة العامة ضمن ضوابط شرعية. لكن بعض الناس مثلا يدرسوا في مكان مختلط، فيصير عنده صديقة بنت، أو البنت يكون عندها زميل لها في الجامعة ولا في الكلية ولا في المدرسة ولا في أي مكان. فالإنسان مع المجتمع يمشي، إذا كان المجتمع منفتح وما يشوف أن هذه مشكلة فيمشي مع الموضوع هذا كله، فتلاقي الولد يكلم البنت والبنت تكلم الولد بدون ضوابط شرعية، وينسلخوا بسبب هذه الأفعال يعني بالتدريج من الأحكام الشرعية. فطبعا هذه المعصية أو هذا الكلام تحبه النفس، لأن الإنسان بطبعه اجتماعي فيألف ويؤلف يعني. فلما الإنسان يعرف الحدود والضوابط الشرعية في هذا الأمر ويبتعد عن هذا الأمر ويمسك نفسه، هذا الصبر على المعصية لمن تأتي. أو يكون مثلا الصبر على المعصية كمثال لها في القرآن الكريم عندنا يوسف عليه السلام لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طيب وإيش هم دعوه لإيش يعني لشيء بالنسبة لفتى في هذاك الوقت وبالنسبة للإمكانات تبعهم شيء كويس يعني، لأنه في واقعنا الآن نفس الشيء موجود. لكن كم يوسف موجود الآن في هذا الواقع الجديد اللي احنا عايشين فيه؟ ما في، مع الأسف الشديد، إلا من رحم الله. فهنا امتناع الإنسان عن ارتكاب المعاصي لأن الله سبحانه وتعالى هو مطلع عليه ويصبر على هذا الأمر، هذا صبر على المعصية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش قال من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه. بعض الأحيان تأتي النفس تريد أنها تمشي في أمر معين لكن في محذور شرعي أو هو مما يغضب الله. ممكن يكون أكل الربا، ممكن الدخول في مشاريع فيها شبهة، ممكن يكون حضور حفلات مختلطة، ممكن يكون اللي هو إنه الإنسان يعني يشتغل في أشياء تساعد وتساهم وتقوي وجود المعاصي والمنكرات في حياتنا. طيب هذه كلها مما يغضب الله، فإنسان يصبر ويحتسب أنه ما يقوم فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. النساء مثلا في مجالسهم يحبوا مثلا الكلام وإظهار الزينة ويعني كل المتع، لكن لما تظهر المرأة زينتها في مكان بطريقة يعني تخالف الشرع وتتجاوز الحدود فيه، أو تتكلم بالكلام الذي يغضب الله سبحانه وتعالى، هنا معناه هي ما صبرت على هذا الشيء وتعلل هذا الشيء بقولها إيش والله أنا ما كان قصدي، ما كنت أبغى زي كذا، بس إحنا يعني كلنا حريم في بعض، ما الأمور ما هي بهذا الشكل. فهنا مسألة الصبر على المعصية من أعظم أنواع الصبر، حتى أنه هي من أعظم أنواع الصبر، لأن الإنسان دائما يقوم بهذا النوع من الصبر في الأمور التي تحبها وتشتهيها النفس وفيها مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا الصبر على المعاصي هو أعظم من الصبر على الطاعات. طالعين فاصل، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى راح نتكلم عن ثالث نوع من أنواع الصبر. لا تروحوا بعيد، خليكم بالقرب. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات،
فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل. توقفنا قبل الفاصل احنا نتكلم كنا عن أنواع الصبر. ثالث نوع اللي هو آخر نوع من أنواع الصبر اللي هو الصبر على الابتلاءات. الصبر على الابتلاءات كيف يكون؟ كل منا في هذه الحياة لازم يمر عليه أي نوع من أنواع الابتلاء، إما ابتلاء في نفسه، مرض، أي شيء يمس نفسه هو، سواء كان في لا سمح الله في زوجه، في أولاده، في عائلته، في من يحب، وفي الموت يعني كأعظم ابتلاء للإنسان، وفي ابتلاء الفقد، فقد الأهل، فقد الأحبة، فقدان العمل، فقدان المال. طيب، فالابتلاءات كثيرة جدا، طلاق، بعض الأحيان كمان يكون الزواج نفسه ابتلاء. عندنا كمان السعادة، الغنى، الفقر، الكثير من الابتلاءات، لأن الإنسان يبتلى بالخير والشر، يعني مش لازم يكون دائما الابتلاء هو شيء سيء. طيب، فهنا الصبر على الابتلاءات كلها هذا كمان من أعظم أنواع الصبر. لكن خلونا نوقف شوي من موضوع الابتلاء هذا. عندنا مفهوم الابتلاء والصبر عليه مفهوم شائك شوية عند الناس، لأنه كيف يصبر الإنسان على شيء ما يحبه، على بلاء؟ هل بالفعل ممكن يكون بعض الأحيان الغنى أو السعادة أو الراحة كمان ابتلاء للإنسان؟ نعم، لأنه هو امتحان، يعني امتحان الصبر، امتحان الشكر، امتحان الالتصاق بالله سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يصيبه شيء يكرهه في الدنيا هذه، ولما نقول يكرهه مو لازم يكون يعني مصيبة كبيرة، اللي نكرهه احنا اللي نقدره إلى أي مدى ممكن يكون بالنسبة لي مكروه أو غير مكروه. طيب، فهنا إذا الإنسان لما يبتلى نحن نقول له اصبر معليش واحتسب إلى آخره. والإنسان إذا جزع الناس طبعا تنكر عليه هذا الموضوع، لأنه احنا بطبيعتنا نتصرف في هذا الجانب بطريقة يعني نراقب فيها الله سبحانه وتعالى. لكن الإشكالية في إيش؟ الإشكالية إن الإنسان أو نحن ما احنا فاهمين أول شيء موضوع الصبر كيف هو، ومتى أصبر على الابتلاء، وكيف أصبر على الابتلاء. بعض الأحيان يكون الابتلاء اللي أنا أبتلى به أستطيع أني أنا أدفع عن نفسي وأمنع أنه يصير أساسا، لكن أختار الابتلاء أنه يقع علي وبعدين أمارس عليه الصبر. طب الله سبحانه وتعالى راح يسألني أساسا إنسان المفروض يدفع عن نفسه، ليش ما دفعت عن نفسك على هذا البلاء؟ هل أنا راح أرد على الله سبحانه وتعالى وأقول له عشان أصبر؟ طيب هذا الصبر هل الإنسان يؤجر عليه ولا ما يؤجر عليه؟ كثير من النساء
تمر في حياتها الزوجية بمشاكل كثيرة جدا، وكل الناس من حولها والمجتمع والأهل والتفكير والتربية والعادات والتقاليد تطالبها بالصبر في هذه الحياة الزوجية اللي هي تعيشها مع زوجها. ربما يكون زوجها سيء الخلق، ممكن يكون بخيل، ممكن يضرب، ممكن يكون مؤذي، ممكن يكون شرير، ممكن يكون غير عادل، ممكن يكون يعني يوريها يعني كل أنواع العذاب سواء لها ولا لأبنائها. ممكن يكون إنسان ناكر العشرة، ممكن يكون إنسان بخيل، ممكن يكون أي شيء. لكن المرأة إيش تسوي؟ معلش راح أصبر عشان أولادي. مجرد إنه الإنسان يقول أنا راح أصبر عشان أولادي، خلاص معناه هو كذا أخذ الأجر والجزاء اللي هو يحتاجه أو يريده في الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى يسأل هذه المرأة أنت تبغي تصبري ليش؟ معلش إيش أصبر عشان الناس، عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا. لذلك الإنسانة هذه اللي تمارس هذا الصبر بهذه العقلية وبهذه النفسية تعيش في شقاء وفي قهر وفي ظلم هي سمحت أنه يقع عليها. طبعا ممكن أحد يجي يقول لي يعني إيش الكلام ده؟ كيف يعني إيش تتصرف؟ طيب هنا نقول نحن أنه أساسا أول شيء لازم تعرف متى تصبر وكيف تصبر. ليش تبغى تصبر هذا الصبر كله؟ ليش تبغى تتحمل رجل لا يؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيها، لا يستطيع أن يعتني بها، لا يستطيع أن يؤدي إليها حقوقها وواجباته؟ طب هل تطلب الطلاق؟ لا، ما تطلب الطلاق طبعا، لكن تبذل وسعها مثلا أنه هي تغير هذا الواقع اللي هي عايشة فيه بفهم وعلم، وليس بقهر أو بخوف أو بجهل مثلا. فهنا إذن لما تصبر هي تصبر على أساس تغير ما يحدث في حياتها إلى شيء أفضل. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إيش قال؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معناها نحن لازم أول شيء المرأة هذه أو نحن النساء لما نغير مفهوم الصبر في حياتنا الزوجية في داخل البيت بالنسبة لنا نحن أول شيء، وبعدين نبدأ نتخذ إجراءات معينة لتغيير هذا الواقع من خلال الفهم العميق للآية اللي هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وممارسة الصبر حتى يتغير هذا الواقع. هو ذا الأصل. طبعا لما نقول نحن نمارس الصبر حنمارس الصبر على طول الخط؟ لا طبعا، الإنسان حسب قدرته يحدد نقطة البداية ونقطة النهاية متى يتوقف عن الصبر. لأن بعض الأحيان، والله مو بعض الأحيان، في الكثير من الأحيان الظلم الذي يقع على المرأة يقع بسبب صبرها على هذا الظالم. وهذا الكلام يعني لما نقوله هو واقع. خلينا كلنا نكون صادقين مع أنفسنا ونفكر. كثير من الظلم الذي تعاني منه النساء ليش؟ بسبب الصبر. طب إيش مشكلة الصبر في الموضوع ده كله؟ لأنه لما تصبر المرأة بدون ما تتخذ إجراء لتغيير هذا الظلم ولرفع هذا الظلم عنها يزيد الظالم ظلما عليها. طيب إذن هذه هي الإشكالية في مسألة الصبر على البلاء. كيف الإنسان يصبر على البلاء؟ كيف الإنسان يقدر يتعامل مع هذا البلاء ويكون مأجور ويمارس فيه الصبر وفي كل الحالات هو ربحان؟ والله تغير الواقع ما في مشكلة، كويس ممتاز خير على خير. ما تغير الواقع هو إذن عاش في فترة أجر وفترة فهم وفترة إدراك لكيفية حدوث التغيير وممارسة الصبر. وهذا اللي احنا دائما ننصح فيه النساء. لما تقول لي واحدة أي مشكلة واسمع منها أنه اصبري واصبري اصبري، صراحة أنا ضد موضوع الصبر الغير منضبط والصبر القائم على الجهل. لأن الله سبحانه وتعالى أعدل من أن يظلم الإنسان وما يعطي القدرة على رفع الظلم عنه. يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أشكال الظلم كثيرة، مو لازم يمارس علينا. بعض الأحيان إحنا نمارس الظلم على أنفسنا من خلال الجهل اللي إحنا نعيش فيه ومن خلاله. ربما يصير في داخل البيت في أثناء تربية الأولاد شيء من الظلم يقع على الأولاد من خلال والديهم. نحن ذكرنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن عقوق الآباء للأبناء. يصير في عملية صبر داخل البيت بسبب هذا العقوق الذي يمارس. طيب إيش نسوي في هذا العقوق الذي يمارس حتى نغيره؟ إذا نغيره من خلال نشوف من هو الظالم الذي يمارس هذا الظلم على الجميع. إذا كان الأب معناها مسؤولية الأم والأبناء
أنهم يعظوا هذا الأب وهذا الرجل ويذكروه بالله سبحانه وتعالى ويصبروا عليه حتى يتغير ويدعو الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. هذه هي الآلية الصحيحة لممارسة الصبر في العلاقات الزوجية أو في الابتلاءات للخروج منها. وفي الحياة العامة نفس الشيء، الإنسان يمر بمواقف كثيرة جدا في العمل، مع الأصدقاء، مع الناس. ممكن بعض الأحيان العلاقات الاجتماعية يكون مثلا أخوات مع بعضهم البعض أو صديقات أو عائلة، وطول الوقت هم في مشاحنات، تلاقي في طرف هو يمارس الصبر وفي طرف هو يزيد الظلم على الجميع، يصير دائما في حالة توتر. الواحد يقول لهم يا جماعة الخير، إيش بكم؟ إيش مشكلتكم؟ تعالوا اهدوا، إيش الحياة هذه اللي أنتم عايشينها؟ ما تلاقي إلا هذا قال وهذا قال وهذا قال، والصابر الذي في وسطهم ساكت. طيب من الظالم في الموضوع ده كله؟ هو هذا الصابر الذي في النص ما هو عارف ليش قاعد يصبر أساسا على هذا الوضع. بعض الأحيان يكون علاج الأشياء هو بعدم الصبر عليها. مو دائما الصبر هو مفيد، بعض الأحيان شكل من أشكال الرحمة في أن احنا ما نمارس الصبر، لأنه لازم الإنسان يكون عنده فهم وإدراك ووعي متى يستخدم سلاح الصبر في حياته ومع الناس ومع نفسه، ومتى يتوقف عن ذلك حتى لا يندم. الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان كل شيء وعرفه حدوده. لما الله سبحانه وتعالى أثنى وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ذكر منهم الصابرون وإيش صفاتهم، إيش يسووا في الدنيا وكيف وضعهم. طيب لما ذكر هذا كله ذكر جنبه الصبر، لأنه هذا صبر قائم على الإيمان بالله وقائم على العلم والفهم الصحيح لمفهوم الصبر ومحاولة تطبيقه في الحياة الدنيا. فمن الآن فصاعدا ما في داعي الواحد يمارس الصبر بجهل، لأنه هو يؤذي نفسه ويخلي الابتلاء يقع عليه وقت طويل جدا. وطبعا احنا نسمع كثير من النساء ولا أمهاتنا ولا الرجال يقول طول عمري كنت صابر وآخر صبري هذا هو، يعني لم أحصل على نتيجة. طبيعي يعني إذا الإنسان قاعد يصبر بجهل ما راح يحصل على نتيجة، وإذا الإنسان يبغى يصبر عشان كذا أو لأجل أمر ما، خلاص يعني راح يحصل على الأمر اللي هو اللي تصبر والله عشان أولادي، اللي أبغى أصبر عشان العشرة، اللي أبغى أصبر عشان كذا، هذا سبب محرك. لكن إذا كان لهذا الاعتبار معناها إحنا عندنا مشكلة وإشكالية كبيرة يعني مع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب. لأنه الأصل أن أنا لما أصبر لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى هذا مسألة اختيارية، يعني في بعض الجوانب تركها لي أنا أقدر متى أصبر في هذا الابتلاء. إذا أنا أدفع عن نفسي أقدر أدفع عن نفسي هذا البلاء وهذا الابتلاء، هنا الصبر الإنسان ربما يأثم عليه. لذلك هذه المسألة والإشكالية تحتاج انتباه ومعرفة عميقة جدا في هذا الجانب. طيب طبعا الصبر من اسمه أكيد طعمه مو حلو، يعني طعمه مر، وليس هو شيء سهل، إنما هو شيء صعب، هو مما تكرهه النفس واللي يشق عليها واللي يشق على الشيطان، واللي هو صعب جدا ممارسته في وسط ناس ما عندهم الصبر. لكن هذه الممارسة كيف الإنسان يقدر يتحلى فيها؟ كيف الإنسان ينتقل من شخص غير صبور إلى شخص عنده صبر أو مقدار جيد من الصبر، أو يبدأ يتعلم يكون إنسان صبور أو صابر أو صبار؟ هذه الأشياء تأتي بالتعلم والممارسة فقط. العلم بالتعلم، لما الإنسان يعرف الشيء يبدأ يجربه شوية شوية، مو يجربه على سبيل التجربة خير برهان، لا، إنما يجربه على سبيل أنه هو يريد أن يتحلى به. ما في إنسان ينولد وهو عنده كمية كبيرة جدا من الصبر، إنما مع الأيام والممارسة ومع التجارب والتحولات في حياة الإنسان والنضج والتعلم يصير الإنسان عنده صبر كبير جدا، لدرجة أنه يبدأ ينظر من خلال هذا الصبر إلى أثر صبره في هذه الحياة وفي جوانب حياته اللي هو قاعد يعيشها. إذن كيف نحن نقدر نكتسب هذه الصفة؟ من خلال الممارسة، نجربها في أشياء بسيطة ما يشق على نفس، نبدأ بالأشياء السهلة، نتعلم الصبر.
أنطلق اليوم في حياتي أنا كامرأة مثلا، أشوف واقعي إيش الأشياء اللي دائما أنا أصبر عليها، أمسكها وأتساءل وأجلس أنا مع هذه الأشياء وأفهم أنا ليش صابرة على هذا الشيء أو على هذا الشخص أو على هذه العلاقة أو على هذا العمل أو على هذا الأمر مثلا في حياتي. لازم يكون عندي جواب. هذا الجواب هو اللي يخليني يحفزني الآن أفهم إذا كيف لازم أصبر على هذا الأمر بدون ما أذي نفسي، لأنه المفروض أنه الصبر ما يؤذيني لما أبدأ أطبقه في حياتي، إنما أنا من خلال الصبر لازم أشعر بكثير من الطمأنينة والراحة. ليش؟ لأنه هذا الإنسان الصابر هو ملتصق بالله سبحانه وتعالى. ولا احنا ليش نبغى نصبر يعني أساسا؟ احنا نقدر نحرك حياتنا من غير الصبر وتكون بس حركتنا أسرع والنتائج أسرع، بس الله أعلم كيف راح تكون طبيعة هذه النتائج. طالعين فاصل وراجعين نكمل لكم. بعد الفاصل راح نتكلم عن معيقات الصبر ونتائج الصبر الجميل. لا تروحوا بعيد. لم يكن الإعلام وليد عصر من العصور أو حضارة من الحضارات، فلا يوجد زمن من الأزمنة قديما أو حديثا إلا واحتل الإعلام مكانة فيه. ومن هنا انطلق راديو سلام مستخدما جميع الوسائل المتاحة على الأقمار الصناعية ومنصات البث على الإنترنت والتطبيقات ليصل إلى جمهوره، ليكون وسيلة إعلامية مسموعة متخصصة في الشأن الإريتري، ويبث باللغتين العربية والتجرينية على مدار الساعة. راديو سلام يخاطب المجتمع الإريتري كافة بجميع مكوناته، ويتفاعل مع قضاياه لترسيخ الانتماء وتجديد الوعي وتحقيق السلام والريادة، ويبث على الأقمار الصناعية والمنصات الإلكترونية كافة، وكانت أهدافه تعزيز قيم السلام والإخاء والتصالح والعيش المشترك، نشر قيم الإسلام وأخلاقه وتعزيز الأعراف والأخلاق الفاضلة، ترسيخ مكانة المرأة وتفعيل دورها في المجتمع والعناية بقضايا المرأة والطفل والشباب وكبار السن، المساهمة في التنمية ومواجهة الفقر والجهل وتوطين اللغة العربية. اكتمل بث راديو سلام على المنصات التالية: على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12687، وعلى متجر الأندرويد والأبل، وعلى الموقع الإلكتروني سلامميديا61.com، وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. راديو سلام، سلام ووئام. تستمعون الآن إلى برنامج خطوة مع الأستاذة خديجة برهان. رجعنا لكم بعد الفاصل ووصلنا في كلامنا عن معيقات الصبر ومعينات الصبر وأثار الصبر. طبعا أعظم معيق ومانع للصبر هو الجهل. الجهل بحقيقة الصبر والجهل متى أصبر وكيف أصبر وإلى متى أصبر. لما ما نعرف جواب هذه الثلاث أسئلة، هذا أكبر معيق من معيقات الصبر. طبعا الجهل بحقيقة الصبر، بعض الأحيان التحمل، بعض الناس يسموه عنده قدرة على التحمل، معناه عنده قدرة على الصبر. هناك فرق يعني، التحمل شيء والصبر شيء آخر. طيب، فهنا هذا أعظم معيق من معيقات الصبر. والمعيق الثاني اللي من معيقات الصبر إن إحنا ما نعرف ليش نبغى نصبر يعني لله سبحانه وتعالى، وخاصة فيما يخص الصبر على المعاصي. طيب، لما أترك أنا هذه المعصية من ارتكابها، ليش أبغى أتركها؟ هل هي أنا أتركها لله سبحانه وتعالى على مبدأ من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، ولا أتركها عشان المجتمع لا يقول عني، ولا عشان الناس ما تقول عني، ولا عشان أولادي، ولا عشان زوجي، ولا عشان أبويا، ولا عشان أمي، ولا عشان مين، ولا عشان النظام، ولا أنا خايفة من شيء؟ ليش أبغى أترك هذا النوع من أنواع المعاصي التي تتمنى الأنفس أنها تقوم بها لسهولتها أو لأنها توافق هوى الإنسان؟
طيب، فهنا لازم الواحد يعرف لما يبغى يصبر الصبر هذا موجه لمين. طيب، فهذه من المعيقات اللي تخلي الإنسان ما يصبر، وهذا مشاهد، لأنه بعض الناس لما تقول لهم اصبر مثلا على هذا الأمر، لا ليش أصبر؟ والله أصبر معليش عشان الناس لا تقول كذا، وعشان النظام، وعشان القانون، وعشان أولادك، وعشان لا، يعني بهذا الشكل ماشيين. طيب إذا كان لهذه الاعتبارات خلاص الله سبحانه وتعالى معناها غير موجود في هذه الحسبة أو في هذا التعامل. فهذا كمان من معيقات الصبر. إذا لازم الإنسان العاقل والمؤمن يعرف يوجه صبره هذا لمن، ويعرف تماما حقيقته كيف يصير وكيف يتم، لأنه الأصل أن الإنسان يقوم بالأشياء بالكيفية التي أمر الله سبحانه وتعالى بها حتى يحصل على النتائج زي ما ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. طيب، إذن هذول الاثنين هما من أعظم معيقات الصبر عندنا. إذن معينات الصبر، إيش الأشياء اللي تعين الإنسان حتى يمارس الصبر؟ أول معين هو العلم بحقيقة الصبر، اللي هو نفس العائق اللي هو الجهل. إذن العلم أكبر معين من معينات الصبر. معرفتنا إحنا بمسألة الصبر بشكل واسع، لما نحن ننزل هذه المعلومة أو هذه الفكرة أو هذا المفهوم في واقع حياتنا، لما أشوف أنا موضوع الصبر هذا داخل بيتي، في علاقتي مع زوجي، في علاقتي مع أولادي، في علاقتي مع أخواتي، إخواني، مجتمعي، وظيفتي، في الحياة اللي أنا أشارك فيها، فين موجود الصبر؟ كيف جالس أمارسه؟ وليش أسويه بهذا الشكل؟ ليش هذه الممارسة بهذه الكيفية؟ وإيش أثره؟ لما أفهم هذه الأشياء كلها، فهذا أعظم معين لي في تطبيق مفهوم الصبر في حياتي. ثاني معين لهذا الأمر اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يكافئ على هذا الصبر، وليس الناس، وليس الأبناء، وليس الزوج، وليس أي شيء، إنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الأجر ويجزي العطر ويعطي النتيجة التي أنا أسعى لتحقيقها. بهذا الصبر ممكن أنا أسعى أنه أنا أنال محبة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى راح يعطيني ما أريد بهذا العمل الصالح الذي أقدمه لله سبحانه وتعالى. إذن الإيمان بالله. طبعا المعين الآخر كمان من معينات الصبر، إن احنا نعرف ونطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلف الصالح من النساء والرجال في كيف تعاملوا مع الصبر، وكيف تفاهموا مع موضوع الصبر، وكيف عاشوا من خلال الصبر. عندنا قصة لامرأة من النساء الصالحات ومن النساء الصحابيات في موضوع الصبر، اللي هو الصبر على فقد الولد. هذا من أعظم الأمور التي يمر على الإنسان يفقد ولده أو بنته، سواء كان أب أو أم. من أعظم الأشياء التي لا يستطيع الإنسان يعني يتحمل الألم تبعها. عندنا أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، اللي هي زوجة أبو طلحة. كان عندهم ولد صغير اسمه أبو عمير، كان أحب ولد لأبو طلحة. فسافر في يوم من الأيام أبو طلحة في رحلة أو في تجارة ما خارج المدينة المنورة، لكن لما أراد أن يسافر كان ولده مريض، فتركه مريضا عند أمه. في غياب هذا الأب، وفي يوم رجعته من السفر توفي هذا الولد ومات، وكان ولدا صغيرا. فلما مات أمه إيش سوت؟ طبعا حال الأمهات في الفقد دائما عظيم جدا يعني، لكن الإنسان المؤمن موضوع مختلف تماما. فإيش سوت هذه المرأة؟ كل الذي عملته أنها نبهت أهل بيتها أنهم ما يخبروا زوجها لما علمت أنه في نفس اليوم راح يرجع من السفر، لا يخبرن أحدكم أبا طلحة أن ابنه قد مات. فسمعوا كلامها، فهو أول ما رجع من السفر استقبلته كأحسن ما تستقبل المرأة زوجها، وقدمت له الطعام والشراب وإلى آخره. طيب، ولما جلسوا بهدوء قالت له: يا أبا طلحة، الآن هي تبغى تقول له عن أنه ولدك مات، ومو باين عليها أي أثار الفقدان. ليش؟ لأنه
متزينة ومتشيكة ومتعطرة ومستعدة لاستقبال زوجها القادم من السفر، وهذا طبعا مخالف تماما لفطرة أو غريزة الأم في حالة الفقد، فما شك في أي شيء. فلما جلسوا بعد ما خلصوا أكل وشرب وكل شيء، لما جلسوا قالت يا أبا طلحة إن آل فلان قد أعاروا آل فلان عارية ولم يردوها إليهم، يعني جيران هذولا أعطوا شيء سلفوهم للجيران الثانيين، ولما جو قالوا لهم أعطونا إياهم ما رضوا يرجعوا لهم إياهم ببساطة كذا. فما تقول؟ قال كيف ذلك؟ قالت فإن الله قد أعارك ابنك واسترد عاريته. في هذه اللحظة لما شافته أنه عنده عقل وإدراك أنه في مشكلة، قالت له إذن الله سبحانه وتعالى أعطانا ولدنا عارية أو سلف والآن استرد فقط. فزعل منها وغضب وخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. فلما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم جاي هو زعلان، قال ما بك يا أبا طلحة؟ قال له يعني خبروا بالقصة، وقال له لم تخبرني حتى أني أنا أكلت وشربت وكل شيء يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم قال اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فيقول لك في هذه الليلة حملت المرأة وولدت ولدا، وهذا الولد ولد 7 من الأبناء كلهم يحفظوا القرآن. هذه هي بركة الصبر. الإنسان لازم يعرف ليش قاعد يصبر، ليش أمارس الصبر. أذي نفسي مثلا بممارسة الصبر والنتيجة ما تستاهل. يعني الحياة الدنيا أساسا إيش هي؟ إذا كان كل شيء فيها امتحان، الخير والشر امتحان، النعمة والنقمة امتحان الله سبحانه وتعالى عشان يشوف كيف أصنع، فهنا هو استغلال الفرصة بطريقة جيدة. وعندنا أيوب عليه السلام يعني ظل يمرض 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 حتى فقد كل أبنائه وفقد كل ماله، وحتى أنه بدأ جلد يتساقط، وبدأت امرأته تعمل عند الناس حتى تطعمه. فالناس إيش قالوا؟ لعل ربه قد غضب عليه فابتلاه بهذا الشيء، لكن كان صابر وساكت لأنه ما عنده شيء. في آخر شيء لما ما قدر يتحمل وسمع هذا الشيء من الناس قال إيش؟ ربي إني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بس يعني حتى ما اشتكى، ما قال أخذت أولادي وماتوا بيتي وإلى آخره، ما قال هذا كله. ربي إني قد مسني الضر، شيء بسيط يعني الضر، وأنت أرحم الراحمين. فالله سبحانه وتعالى كافأه بالصبر العظيم هذا كله، يعني إنه شفاه ورد له ماله وولده أحسن ما يكون، ورد له عافيته، وظل ذكره إلى هذا اليوم. نحن نذكر هذا الشيء وفي القرآن الكريم موجود ذكره. فإن حتى لو جاء أحد قال مثلا هذا هو النبي، هذا النبي كان بشر نفس الشيء، يعني عنده كل مشاعر البشر وعنده إحساس البشر، لكن عظم إيمانه بالله سبحانه وتعالى جعله يمارس الصبر بطريقة إيمانية أكثر مما هي بطريقة عشوائية. إذن معرفة السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من النساء والرجال من الصالحين ممن يمارسون الصبر بإيمان وثقة بما عند الله سبحانه وتعالى، هذا برضو من معينات الصبر اللي الإنسان يستطيع من خلالها يصبر ويحتسب بعقلية المؤمن وليس بعقلية المنهزم. عندنا كمان من معينات الصبر الاستعانة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. بدل ما الإنسان يقول اللهم ارزقني الصبر، إنما يقول الإنسان في دعاء اللهم ارزقني أجر الصابرين. لأن الإنسان لما يقول اللهم ارزقني الصبر يزيد البلاء، حتى الإنسان إنه يصبر، وكل بلاء يجي يكرر الإنسان نفس الشيء كأنه يستدعي حالة من حالات البلاء تنزل عليه باستمرار. فهنا كان دائما أفضل الدعاء العافية، فاللهم ارزقنا أجر الصابرين هو أفضل دعاء لممارسة الصبر وتطبيق الصبر في واقع الحياة. عندنا كمان من معينات الصبر اللي هو عدم اليأس واستطالة الزمن بالبلاء. لما يطول الأمر الإنسان يصبر 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 يصبر، يصاب باليأس ويشعر كأن الله سبحانه وتعالى تخلى عنه فيبطل يصبر. في اللحظة الإنسان يشعر فيها باليأس هي لحظة الفرج أساسا، لكن سبحان الله لأن الإنسان خلق عجولا ودائما يعني إذا مسه الشر جزوع، فيفوت على نفسه الخير العظيم جدا، لأنه هو يبغى نهاية لهذه الآلام أو لهذه الابتلاءات التي تحدث في حياته بشكل أو بآخر. فمن معينات الصبر أن الإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى في اللجوء إليه، وفي أنه يرزق أجر الصابرين ويلهم كيف يصبر ويحتسب عند الله حتى يحصل
ما يريده، فإذا لم يحصل عليه في الدنيا لكنه في الآخرة بإذن الله تعالى أكيد راح يحصل عليه إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. والله لا يترك العبد الذي يتمسك بالصبر ويصدق مع الله ويحسن الدعاء إلا أن يفرج عنه بشكل أو بآخر، علمه هذا العبد ولا لم يعلمه أو لم يعرفه أو لم يستطع حتى أن يتعامل معه. كنت أنا معاكم خديجة برهان في برنامج خطوة في أول حلقات اللي هي مفاهيم في الحياة، واخترنا لحلقة اليوم موضوع الصبر نحن نفتتح فيه ونتعلم كيف يكون الصبر الجميل والصبر بالكيفية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ألتقيكم بحول الله تعالى الأسبوع القادم في نفس الموعد في نفس التوقيت مع مفهوم جديد من مفاهيم الحياة. حتى ذلك الوقت أترككم في حفظ الله ورعايته، في أمان الله. إنك فجر الكون نحكي قصة أملا كنور الشمس في الإشراق، سنحطم اليأس المدمر بالرجاء ونمد جسر الحب بالأشواق، وعطاؤنا أمل الحياة يمدها روح التكافل من نادى الترياق. جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهارا ستفوح عطر البدر في الآفاق، ستفوح عطر البدر في الآفاق. إنا سنابل للعطاء تمايلت طربا لعزف البذل والإنفاق، سنلوح برقا في المدى لمؤمل نحكي هزيم الرعد للمشتاق. هذا الفخر أناخ في أرجائنا القائلين العز دون شقاق. جئنا كمزن الغيث نرسم بسمة في قلب هذا الكون والأحداق، وعلى دروب الخير نغرس أزهورا ستفوح عطر البدر في الآفاق، ستفوح عطر البدر في الآفاق. في كل ناحية ترى أمجادنا تنبك عن نبض الهوى الخفاق، سنظل دوما للعطاء شعارنا أثر هنا وهناك أجر باقي، أثر هنا وهناك أجر باقي.